في الركن الشمالي الغربي من مملكة الطين في حتة هادية بعيد عن دوشة العالم كان عايش شاب اسمه نور. شاب بسيط كده على قد حاله بس قلبه كبير ودايما شايل هم اللي حواليه. وفي يوم من الايام كان قاعد جوه البيت الصغير بتاعه بيحضر دواء لامه اللي كانت تعبانه بقالها فتره. بعد ما امه شربت الدواء بصت له وهي مبتسمه وقالت له ربنا يبارك لك يا نور لانك دايما واقف جنبي. فضحك وهو بيحاول يخبي قلقه وقال لها انا هخرج اطمن على الخرفان شويه وارجع لك. فقالت له هي بتشد في ايده اياك تخرج بره الحاجز يا نور فاهم؟ فطمنها وخرج. فخرج نور فعلا وراح يلم شويه فواكه ومعاهم ارنب اصطادوا علشان يحضر شوربه. لكن وهو جوه البيت سمع كحه امه وقلبه وقع في رجله وجري عليها بسرعه وكان ناوي يقوم يغلي ميه لكن هي وقفته ومدت ايدها تمسح التراب من على وشه وقالت له وهي بتبتسم رغم التعب انا اسفه يا نور مش قادره اديك اللي تستاهله، انت تستاهل تعيش حياتك زي ما تحب. فزعل جدا من كلامها ده. الليل جه ونور كان بيطبخ الشوربه اللي جمع حاجتها طول اليوم. اول ما خلصها راح يصحي امه بس ما كانش فيه رد. نادى عليها تاني وساعتها فهم ان امه راحت للي خلقها. بص عليها بصدمه وكل حاجه حواليه بقت ساكته. لفها بهدوء ودفنها جنب قبر ابوه وقعد على الارض جنب القبرين ساكت عينه مليانه دموع بس ما نطقش ولا كلمه. بعدها ايامه كلها بقت شبه بعض، يصطاد وياكل الحيوانات ويرتب بيته ويقرا شويه في كتب قديمه وكل ما يفضى الوحده كانت بتشده. وفي يوم وهو بينظف لقى كتاب قديم مرمي في الركن فمسكه ونفخ التراب من عليه وفتح اول صفحه وساعتها افتكر ان ده الكتاب اللي ابوه كان بيقرا له منه وهم قاعدين جنب النار. حكايات عن مغامرين بيحاربوا الوحوش وبيفكوا لعنات الغابات وبيتعلموا السحر ويحموا الناس وبيلاقوا اكسير يشفي اي مرض. نور قفل الكتاب وهو عينه فيها لمعه. وتاني يوم حط اكل كفايه للخرفان ووقف قدام قبر امه وابوه قال انا ماشي دلوقتي رايح المدينه عشان ابقى مغامر زي ما كنت دايما بحلم. نور شد الرحال وبدا رحلته لاول مره بعيد عن الحاجز، بعيد عن البيت اللي عاش فيه عمره كله. قضى كام يوم ماشي لوحده وسط الطرق الترابيه بين الغابات والهضاب ومع كل خطوه كان قلبه بيدق اسرع مش من الخوف لا من الحماس لحد ما اخيرا وصل للمدينه. واول مره يشوف الزحمه دي، الناس ماشيه في كل اتجاه، البياعين بيندهوا والاطفال بيضحكوا والعربيات الصغيره ماشيه وسط الشوارع. كان واقف منبهر مش مصدق ان في عالم تاني بعيد عن اللي كان يعرفه. لف شويه لحد ما وصل لمبنى كبير عليه لافته مكتوب عليها نقابه المغامرين. دخل وبص حواليه شاف ناس لابسين دروع وسيوف وعصيان سحر. دخل عند المكتب وقبل ما يتكلم رئيس النقابه بص له باستغراب وقال له المكان ده مش للعيال. نور رد بهدوء وقال له ان حارس البوابه هو اللي قال له يجي هنا عشان يبدا كمغامر. رئيس النقابه حاول يقنعه ان الطريق ده مش سهل وان اكيد اهله مش هيوافقوا على ده، بس نور قلبه زعل ان اهله ماتوا. رئيس النقابه سكت وزعل شويه وسأله عن اسمه. فنور عرف بنفسه. فرئيس النقابه قال له لو عايز تبقى مغامر لازم تروح مدرسه تدريب وشرح له انها المكان اللي بيتعلموا فيه كل المهارات زي السيف والسحر وغيره وعشان يختار الفئه المناسبه ليه. الكلام ده ولع الحماس في قلب نور. وفعلا تاني مشهد كان نور واقف وسط ساحه تدريب لابس لبس المبارزين وشايل سيفه وعينيه كلها طموح. كان بيحلم يبقى بطل يضرب تنين قد الجبل بضربه واحده ويخلص عليه. بدا يتدرب بجد كل يوم ساعه ورا التانيه. بس بعد شويه بدا يلاحظ ان زملائه بداوا يظهر عندهم مهارات سحريه في السيف، حاجات عجيبه كده، وهو ولا حاجه. كل اللي بيعرف يعمله هو الصد، يحط السيف قدامه ويمنع الضربات. عدت شهور وكل واحد فيهم بقى عنده مهارة إلا هو. المدرب ندهله في يوم وقال له بصراحة أنت مش موهوب، أنصحك تسيب التدريب وتدور على طريق تاني. نور اتصدم بس لسه جوه قلبه نار مش عايزة تنطفي. قرر يروح مدرسة المحاربين. هناك قال لنفسه إن لو بقى محارب يقدر يقف في الصف الأول ويحمي أصحابه. اتدرب وتعب وعرق بس برضه مفيش تقدم. بعد كام شهر المدرب قال له بوضوح أنت بس زودت قوتك الجسدية شوية لكن كمحارب لا مش هينفع. وراح مدرسة الصيادين بس فشل ومسك القوس بالعافية. جرب السحر بس ما كانش بيعرف يولع غير شمعة. راح مدرسة اللصوص فشل في فتح الإقفال. واخر تجربه كانت مدرسه رجال الدين. وبعد شهور كل اللي اتعلموا تعويذه خفيفه تعالج الخدوش بالعافيه. رجع النقابه وقال له رئيس النقابه انه ما ينفعش يكون مغامر، انت ما عندكش اي مهاره مفيده. نور خرج من المدينه مطاطي راسه ودموع نازله من عينه. رجع البيت ووقف قدام القبرين بتوع امه وابوه وقال بصوت مكسور ان شكله ملوش مكان وسط المغامرين. بس في نفس اللحظه افتكر حاجه قالها له مدرب السيف، مهاره الصد ممكن تتطور لو فضل يثقلها. من اليوم ده نور قرر يدرب نفسه، صنع سيف خشب وبدأ يتمرن كل يوم من غير ما يغيب ولا يوم. بعد سنة بقى يقدر يصد 10 سيوف في نفس اللحظة. عدت 3 سنين كمان وبقى يقدر يصد 100 سيف. وبالرغم من كده لسه ما اتعلمش مهارة جديدة بس رفض يستسلم وكمل لحد ما في يوم السيف الخشب اتكسر من كتر التمرين ودوى نفسه بتعويذة الشفاء الضعيفة اللي عنده.
بعد 10 سنين كاملة من التمرين بقى يقدر يصد 1000 سيف في مرة واحدة، وبيفكر انه ما فوتش يوم تدريب بقاله 14 سنة، ومع ذلك مفيش مهارات جديدة بس قلبه لسه حي. وفي تاني يوم نور اخد قراره ورجع المدينة، نفس المدينة اللي خرج منها مكسور، بس المرة دي رجع اقوى، يمكن مش في المهارات بس في الارادة والعزيمة. دخل تاني على نقابة المغامرين، والموظفة بصت له وطلبت تشوف مهاراته، فطلع الكارت بتاعه وهي بدأت تقرا صد، تعزيز جسدي، رمي حجر، خطوة خفيفة، لهب صغير، وشفاء ضعيف. بصت له باستغراب وسألته انت متأكد انك عايز تسجل بالمهارات دي؟ قبل ما يرد رئيس النقابة دخل القاعة وبص على نور، ومعرفوش في الاول بس بعد ما ركز شوية افتكره. نور حكى له اللي حصل في ال 14 سنة اللي فاتوا، التدريب والفشل والإصرار. رئيس النقابة ما كانش مصدق، سأل كل اللي اتعلمته هو تحسين مهارة الصد؟ نور هز راسه وقال له أيوه. رئيس النقابة شرح له إن المغامرين بيتصنفوا من اس لحد دي، واللي أقل من كده ما بيتقبلش. قال له علشان تتسجل في الرتبة إيه لازم يكون عندك مهارة واحدة على الأقل مفيدة. نور سكت وكان هيستسلم، بس رئيس النقابة وقف وقال له في رتبة أقل، رتبة اف. نور عينه نورت من الفرحة وسأل ممكن أسجل؟ رئيس النقابة كان مستغرب من حماسه بس وافق وسجله كمغامر من الدرجة اف. بعدها الموظفة اديته الكارت الجديد، ونور حس انه مسك كنز، اخيرا بقى مغامر. بدأ يشتغل مهمات بسيطة جوه المدينة، ينقل صناديق، يساعد في التنظيف، ويوزع طلبات، وهكذا. كل مهمة بيعملها بضمير وبيستخدم مهاراته على قد ما يقدر. وفي ليلة كان قاعد جنب نار صغيرة بيسخن عليها اكل بسيط، وبص للكارت بتاعه وقال لنفسه انا حققت حلم، بقيت مغامر حتى لو بسيط بس بساعد الناس وده كفايه. تاني يوم كان شغال في موقع بناء، وبعد الشغل وهو ماشي سمع صوت صراخ جاي من ناحيه الكهف اللي قريب من حدود المدينه. بص ناحيه الكهف لقى ضوء بيبرق وصوت بنت بتصرخ، جري ناحيه الصوت، ولما دخل الكهف شاف منظر مرعب. بقرة ضخمة جدا شكلها مش طبيعي، عاملة زي الوحوش اللي كان بيقرا عنها، واقفة قدام بنته والفرسان اللي معاها واقعين في دمهم. نور ما فكرش يستخدم مهارة رمي الحجر وضرب الوحش في وشه. الوحش اتنرفز ولف عليه وجري ناحيته بسرعة. نور وقف بثبات، سحب سيفه اللي مكسور نص من كتر التدريب، وبدأ يصد ضربات الوحش واحدة ورا التانية. كل ضربة بتكسر حتة من سيفه، بس هو واقف بيبص على البنت لأنه عارف إنها لسه في خطر. قرر يستخدم مهارة الخطوة الخفيفة واندفع ناحيتها وقدر يسحبها بعيد في آخر لحظة، وسيفه اتحطم تماما. بس لسه نور مش ناوي يسيب المعركة، افتكر كلام أبوه، المغامر هو اللي بيحمي اللي حواليه حتى لو بإيده. الوحش رجع يهجم، ونور صد الهجوم الأخير بكل قوته، ودفع السلاح من إيد الوحش، وبحركة سريعة مسك حجر حد من الأرض وقفز على ظهره وضربه في رقبته، والوحش وقع ميت الحمد لله. البنت كانت مرعوبة بس وقفت وبصت لنور وقالت له انت انقذت حياتي، اسمك ايه؟ نور بص لها وابتسم وقال انا مجرد مغامر من الدرجه اف، اسمي مش مهم، وسابها ومشي وهو بيضحك لنفسه وقال بقره، كنت هموت بسبب بقره، بس رغم كده عارف انه لسه قدامه مشوار طويل ولسه محتاج يتدرب اكتر واكتر. المشهد اتغير وبقينا في ساحه كبيره، والجزارين شغالين على تقطيع البقره العملاقه، والجنود بيحاولوا يلموا نفسهم بعد اللي حصل. البنت اللي نور انقذها كانت واقفه بتشكر الجنود اللي ضحوا بحياتهم عشان يحموها. بعد شويه جت فارسه كانت باين عليها التعب، بس اول ما شافت البنت اطمنت وحمدت ربنا. قربت منها واعتذرت انها ما كانتش موجوده وقت الهجوم، بس البنت اللي عرفنا ان اسمها لين طمنتها وقالت لها ان ده مش ذنبها. من هنا بنعرف ان لين كانت بتعمل مراسم الخلافه وقتها. بعد كده ظهر جندي اسمه داران وقال للين انهم لازم يرجعوا للقصر عشان يبلغوا اللي حصل، وفي نفس الوقت اخو لين كان بيسمع عن ظهور وحش ضخم، واستغرب جدا لان البقره دي من الوحوش العاليه اللي مش بتظهر غير في اعماق السراديب، ففهم على طول ان دي محاوله اغتيال لاخته. وداران وافق واتفق معاه ووضح انهم لقوا خاتم غريب على جثه تاجر في مكان الحادث. بعدها وصل راجل عجوز اسمه اوك سيد السحر وفحص الخاتم، طلع حجر منى نقي جدا نادر هاوي في السوق. اخو لين بدأ يشك ان اللي ورا الهجوم هي امبراطورية داروس السحرية، خصوصا انهم كانوا عاملين مشاكل معاهم الفترة الأخيرة. داران قال كمان ان اوك قدر يحدد ان نمط السحر اللي في الحجر ده جاي من داروس، وده زود الشكوك. اخو لين بدأ يحس ان داروس عايزين يفتعلوا حرب علشان يسيطروا على سرداب المفقودين والكنوز اللي جواه. الموضوع اتغير فجأة وسأل عن الراجل اللي انقذ اخته، قال ان اللي يقدر يقتل وحش بالحجم ده بسيف عادي ويتفادى رقابة شركة الظل لازم يكون واحد جامد جدا. داران اكد له ان الشخص ده اختفى قدام عيون شركة الظل، وده خلاهم مش قادرين يحددوا هويته. نرجع بقى لنور اللي كان راجع لنقابة المغامرين، ولما دخل رئيس النقابة كان هيطير من الفرحة لانه لسه عايش، وحكى له ان في وحش خطير ظهر عند مدخل السرداب امبارح بالصدفة جنب موقع البناء اللي كان نور بيشتغل فيه. نور قال له انه كان حاسس ان في ناس بتراقبه امبارح، ورئيس النقابة لاحظ ان شكله متبهدل فسأله كان فين، فقال له انه كان بينظف البلاعات. رئيس النقابة قال له انه محظوظ انه ما قابلش الوحش، وان حتى مغامر من الدرجة ايه ما كانش
كانش هيقدر يواجهه. نور اتفاجئ وقال الحمد لله انه بس واجه البقرة الضخمة، وهو مش عارف اصلا ان اللي رئيس النقابة بيحكي عنه هو نفس الوحش اللي قتله. سأل بعدها عن مصير الوحش فعرف ان في راجل غامض قتله بضربة واحدة. الكلام ده خلى نور يفتكر ان في ناس خارقة في العالم ده. وفجأة لين دخلت النقابة وقالت انها عرفت مكان نور باستخدام مهارة كشف عن بعد. نور افتكر انها من مدرسة اللصوص، بس لين وضحت انها ساحرة ومعاها مهارات من كل الفروع الستة. نور انبهر، لكن هي شايفة ان قدراتها اقل من قدراته هو. قالت له انهم لازم يخرجوا يتكلموا بره، وعملت تعويذ اخفاء وعزل صوته وطلبت منه يجي معاها. وهم ماشيين عدوا على جنود بيدوروا على اللي هزم الوحش، بس بفضل سحر لين محدش حس بيهم. راحوا المكان هادي ولين اعتذرت عن انها قطعت كلامه مع رئيس النقابة. نور قال لها مفيش مشكلة وسألها لو محتاجة حاجة، فشكرته على انه انقذها وقالت له انه انقذ ناس كتير مش بس هي. نور اتكسف وقال لها انه اسف لو كان اتدخل في معركتها، لكنها اكدت له ان من غيره كانت هتموت. وكمان لين كانت عايزة تديه مكافأة، بس هو قال لها ان شكرها كفاية. هي ما اقتنعتش واصرت انه يقابل والدها، ولما رفض دمعت وعيطت وقالت له انها مش هتتحرك من مكانها غير لما يوافق. نور وافق في الاخر بس بشرط انه ما يقبلش مكافأة كبيرة. ففرحت لين واستخدمت تعويذة تانية تخفيهم هما الاتنين وودته على بيتها. نور اتصدم من فخامة المكان. وقتها لين افتكرت انها ما سالتش عن اسمه، فعرفها بنفسه وسال عن اسمها، فاتكسفت وقالت له انها نسيت تعرف نفسها وعرفته بنفسها. وهم بيتمشوا في القصر نور بدا يفهم انها من عيله كبيره، وقابلتهم الفارسه اللي كانت مع لين قبل كده وسالتها مين اللي معاها، فقالت لها انه الراجل اللي انقذها. نور افتكرها خدامه واستغرب هي بتغسل ازاي بلبسها ده، بس هي بصت له نظره حاده خلته يسكت. فكملوا طريقهم. في الطريق بقى قابلهم محارب وسالهم رايحين فين ومين الراجل ده. الفارسه زعقت له وقالت له يحترم ضيف لين، وفهمته ان ده اللي انقذها، بس الراجل كان لسه شاكك في قوته. في نفس الوقت ده ابو لين واخوها كانوا في قاعه الاستقبال بيتكلموا عن دريدس، الراجل اللي كسر اتفاق عدم الاعتداء وبيطالب بحقوق في السرداب ودعم عسكري، بس ابو لين رفض طبعا وكان واضح عليه القلق. فجأة لين دخلت القاعة ومعاها نور. اخوها اتضايق انها استخدمت تعاويذ خاصة، بس هي وضحت ان ده كان ضروري. ابوها فهم ان نور هو اللي انقذها، ونور اعتذر عن شكله، بس ابوها شكره وقرب يسلم عليه. نور كان فاكر انه هيخلص ويمشي، لكن الراجل العجوز اصر على انه يديه مكافأة. عرض عليه ارض او فلوس بس نور رفض، فعرض عليه نص كنوز السرداب بس برضه رفض، لحد ما في الاخر عرض عليه سيفه القديم وقال له انه ما بقاش محتاجه بعد ما اعتزل. نور مسك السيف واتفاجئ بتقله وبعدها وافق ياخده. ابو لين طلب منه يجربه باستخدام تعزيز الجسد، وفعلا نور لوح بالسيف وسبب ريح قوية في القاعة. ابو لين انبهر وطلب من نور يدي لين شوية تدريبات، ولين كانت متحمسة بس نور قال انه ما عندوش مؤهلات يدرس، وابوها اقتنع وسمح له يمشي. وقبل ما يمشي الفارسة ايريس قربت منه واعتذرت عن شكها فيه، وقالت له انها مسؤول عن حماية بيت كيلياس، وده اهم من استضافة الضيوف. نور فهم وقتها انها مش خدامة وانها تبقى نائبة قائد فيلق المحاربين، فشكرته وقالت له انها هتساعده لو احتاج مساعدة، وسألته عن اسمه وقال لها نور، بس هي ما ردتش ومشيت. وقبل ما يخرج من القصر جه المحارب اللي اسمه جيلبرت ووقف قدامه وقال له بكل تحدي عايز ابرزك. فنور وافق وراحوا ساحة التدريب، وفي ساحة التدريب جيلبرت اخد نور وودوه لمكان المبارزات. نور فكر في نفسه وقال ان زمانه في مدرسة التدريب بقاله كتير وما تحمسش كده، بس كان متحمس لان جيلبرت اللي معروف في العاصمة تحداه. جيلبرت طلب منه يختار سلاحه فاختار نور سيف المبارزة. اول ما دخلوا الحلبة نور حس بشوية توتر، لكنه قرر يبذل اقصى جهد عنده. والجنود اللي في الساحة كانوا متفاجئين من فكرة ان في حد بيبارز قائدهم، وبدأوا يسألوا لو نور جاي عشان يموت. جيلبرت هجم عليه على طول، لكن نور قدر يتفادى الضربة. جيلبرت استمر في الهجوم ونور كان دايما بيتفادى بحذر. في الوقت ده نور لاحظ دقة هجمات جيلبرت، وكان واضح ان جيلبرت متدرب كويس، لكن نور كان مش فاهم ليه جيلبرت بيظهر بطيء قدامه. بعدها فهم ان جيلبرت كان بيكبح نفسه علشان ما يظهرش قوته الحقيقية، فطلب منه نور يوقف شوية وما يكبحش نفسه بالشكل ده. جيلبرت فكر انه ممكن يكون كبح نفسه من غير ما يقصد، فاعتذر وقرر يهاجم بكل سرعته، لكن نور برضه قدر يتفادى الهجوم. مع كل هجمة كان بيلاحظ ان جيلبرت كان بيسيب ظهره مكشوف، وحس انه ممكن يكون بيديله فرصة علشان يقع في فخ. جيلبرت بدأ يتعصب لان هجماته مش كانت بتوصل له، وفي لحظة جيلبرت استخدم حركة خاصة عشان يغير اتجاه رمحه اثناء الهجوم.
بس نور كان اسرع وتفاداها، ونور قال له انه يقدر يسرع اكتر لو هو عايز، وده خلى جيلبرت يتعصب اكتر لانه كان بيقاتل بكل قوته. نور فهم انه تدريبه اخيرا بدأ يجيب نتيجة وانه بقى اقوى، وده يخليه يقدر يفوز. لكن جيلبرت استخدم حركة اخيرا اسمها دراج ار في اللي كانت هتضرب نور، لكن نور تفاداها في اللحظة الاخيرة، وجيلبرت مش قادر يستوعب ازاي نور قدر يتفادى الهجمة دي، وكانت دي اول هزيمة ليه في قتال فردي. طبعا الجنود اللي كانوا في الساحة اتفاجئوا من المهارة اللي اظهرها نور، وكانوا بيفكروا ان لو جيلبرت استخدم رمح حقيقي نور كان ممكن يموت، لكن جيلبرت فضل يتساءل عن الشخص اللي قدر يقتل البقرة الضخمة بضربة واحدة زي ما نور عمل، وحس انه مش قادر يفهم ليه هجومه ما وصلش. جيلبرت اتردد لانه حتى الهجوم النهائي الاسرع من الصوت فشل، وده خلاه يندم على انه ما قدرش يهزم نور. في نفس الوقت نور كان في طريقه للبيت وبيفكر في المبارزة، وبيعترف لنفسه انه لسه قدامه كتير يتعلمه، لكن في نفس الوقت كان سعيد لانه استخدم قدراته بشكل كويس، وده خلاه يعتقد انه اخيرا بقى اقوى. تاني يوم نور كان بيستخدم السيف الاسطوري في تنظيف البلاعات، وحس بان السيف خلى شغلته اسهل بكتير، وكمان لاحظ انه مش بيتكسر مهما استخدمه بقوه. مع ده المشهد اتغير، ونور كان في الغابه حاسس بشويه زعل لانه مش قادر يكمل شغله في البناء بسبب الحادثه الاخيره، وكان قلقان انه هيبقى ملوش قيمه لو النقابه خلصت الشغل. بعدها لين ظهرت قدامه وطلبت منه يدربها، لكنه رفض على طول. فلين اتصدمت شويه وحست انها زعلته، لكن اصرت وقالت له انها ممكن تكون مفيده ليه لو ادالها فرصه. نور وضح لها انه مش محتاج حد يهتم بيها ويدربه. بعدين لين بدأت تعيط وعرضت عليه مهاراتها زي لهب الجحيم ورقصة الجليد وسيف الضوء المقلد وشفرة وو، ونور وقفها قبل ما تكمل، وده خلاها تتأكد انه مش هيقبلها كمتدربة، وقال لها انه مش قادر يعلمها حاجة لانه فاكر انها اكتر موهبة منه. لين فهمت من كلامه انه بيشك في قدراتها، وبدأت توضح له ان مهاراتها معترف بها من الحكماء الستة. بعدها نور قرر يوريها واحدة من قدراته، لكن كانت مهارة ضعيفة عشان يثبت وجهة نظره، فاستخدم لهب صغير، وده فاجئ لين اللي مشيت بعدها وهي بتفكر في نفسها. في ذهنها كانت فاكرة ان المدربين قبل كده ذكروا عن ولد اسطوري حضر كل التدريبات القاسية وكملها لاخرها، وبعدين اكتشفت ان تكبير اللهب محتاج وقت ومهارة، وفهمت ان نور عنده مهارات مش عادية. لين بقى كانت لسه مصممة على التعلم منه، وقالت له انها هتفضل تتبعه لحد ما تكون تلمسته، وقالت له يا مدربي، ونور استغرب من كلامها، لكنه في نفس الوقت فرح وكان حاسس ان الامور هتتغير في المستقبل. بعد كده بنشوف رين اخو لين قاعد بيفكر ليه ابوه ادى السيف الاسود الغريب ده لنور. رين فاكر ان ابوه لما كان مغامر دخل متاهة المفقودين مع الحكماء الستة علشان يجيب السيف ده، ودي كانت رحلة طويلة اخدت منه سنين وسط المخاطر. السيف ده مصنوع من مواد مفيش حد شافها قبل كده، اقوى من الاوراكالكوم والميثريل، والشفرة بتاعته معروفة باسم الشفرة اللي ما بتتكسرش، يعني ما بتتخدش بأي سلاح أو مهارة. رين كان عارف إن السيف ده حاجة كبيرة جدا، وما كانش سهل على ابوه انه يتخلى عنه بسهوله، ففهم ان ابوه راهن على نور وكان شايفه شخص مهم وهيكون ورقه رابحه ضد اي تهديد قريب. بنرجع للنقابه، ورئيس النقابه بيتفاجئ لما شاف نور جاي يطلب منه مهمه تكون مناسبه لشخصين. رئيس النقابه اقترح عليهم مهمه صيد جوبلين بره البلد، لان لين مرتبتها مغامره من الدرجه بي. فنور كان متحمس جدا وفاكر ان الجوبلين بيستخدموا المغامرين عشان يتدربوا عليهم، ففرحان عشان هيشارك في مهمه زي دي، بس في نفس الوقت كان حاسس ان ممكن يستغل رتبه لين. لكن لين لاحظت تردد نور وسالته اذا كان في حاجه غلط، فسالها نور اذا كانت موافقه انه يعتمد على رتبتها، لكن لين طمنته وقالت له انها هتساعده بكل ما عندها. رغم انه كان حاسس بالذنب عشان بيعتمد على بنت صغيره زي لين، نور كان متحمس جدا عشان هيحقق حلم من احلامه وبدا يمشي عشان يلاقي الجوبلين. المهم ان رئيس النقابه وافق على المهمه، بس حذرهم ان الجوبلين رغم انه ضعيف الا انه ممكن يكون خطر، واعطاهم الاتجاهات علشان يلاقوا الجوبلين، وقال لهم لو ما جابوش ودان الجوبلين اليمين كدليل مش هيدفع لهم. في اللحظه دي عند بوابات المدينه الحراس فحصوا وثائقهم وسمحوا لهم يعدوا، ودخلوا غابه الوحوش بنجاح. ونور لاحظ ان الغابه دي مختلفه تماما عن الغابه الجنوبيه اللي كان دايما بيروح لها، والاشجار كانت ضخمه جدا، ولين شرحت له ان النظام البيئي في الغابه دي مختلف. فنور سالها عن الجوبلين، ولين قالت له ان الجوبلين عاده بياكلوا فواكه وحيوانات صغيره، لكن لو تركتهم بيهاجموا الناس وبيتكاثروا بسرعه لدرجه انهم بيهاجموا المستوطنات البشريه. عشان كده العاصمه دايما بتبعت مغامرين عشان يقللوا عددهم، بس برضه النظام البيئي في الغابه بيزدهر بوجود الجوبلين، فلازم يحافظوا على توازنهم. نور كان مبسوط جدا من معرفه لين، وفهم انها مش بس قويه لكن كمان فاهمه كل حاجه. بعدها دخلوا اعمق في الغابه وابتدى الضباب يحيط بيهم. بعد شويه لين استخدمت قدره الكشف بتاعتها علشان تلاقي الجوبلين، بس ما لقيتش حاجه، والغابه بقت اظلم والاشجار كثيفه. لين لاحظت ان الجوبلين بيحبوا المكان ده، وفجاه الجوبلين ظهر قدامهم وكان ضخم جدا، ونور كان مندهش من حجمه وما كانش مصدق ان الجوبلين بيعتبروا اضعف الوحوش. الوحش كان لونه اخضر وله رجلين ضخمتين ونظره
حاده. وكمان نور لاحظ ان لين كانت بترتعش من الخوف، ففهم ان رغم قوتها هي لسه جديده في القتال وما عندهاش خبره. فلين وضحت ان ده مش جوبلين عادي، وان ده امبراطور جوبلين، وهو نوع فرعي من ملك الجوبلين ووحش من فئه الكوارث. وقالت ان اباطره الجوبلين بيتم انشائهم عن طريق ابحاث محظوره، وبيقدروا يمتصوا المنى ويكبروا. نور قال لها ما تخافيش، ده مجرد جوبلين، واقترح انهم يهزموه مع بعض. لين كانت متحمسه وهجمت الوحش بفروع الشجر، والوحش هجم عليهم، لكن نور قدر يصد الهجوم بمهاره ورجع الهجوم تاني. لين استخدمت تعاويذها زي قاطع الريح ورقصه الجليد، بس الجوبلين كان سريع جدا، حتى نور كان مندهش من سرعته، لكنه انقذ لين من شجره رماها الوحش عليهم. لين لاحظت ان جروح الجوبلين كانت بتشفى بسرعه، وشافت حجر منى في قورته، وفهمت ان ده مصدر طاقته، وقالت لنور لازم يشيلوا الحجر ده. الجوبلين بعد كده رمى شجر على نور، لكن لين استخدمت عاصفه الريح علشان تصده، والوحش اتجرح بس شفية بسرعه. فنور طلب منها تعمل عاصفه ريح على ظهره، وعشان كده اندفع للامام بسرعه كبيره، واستخدم التعزيز الجسدي والخطوه الخفيفه، وضرب حجر المنى اللي في قورته. الجوبلين وقع من الالم، ونور وقع على الارض. فلين جريت عليه واطمنت عليه، وهو قال لها تخلص على الوحش. لين استخدمت لها بالجحيم وقتلت الجوبلين. في الوقت ده رين كان عارف عن امبراطور الجوبلين، وفحص حجر المنى اللي كان في قورته، فهم ان الوحش ده كان اكبر بكتير من ملك الجوبلين، وشك ان الامبراطوريه السحريه ليها يد في الموضوع. رين كمان فحص الحجر وعرف انه حجر المنى هو قلب التنين من دوله الكهنه المقدسه ميثرا، وسال عن حاله اخته وعرف انها اتجرحت شويه بس. واتفاجئ رين انهم قدروا يقتلوا الوحش ده باصابات بسيطه. شركه الظل وضحت ان الجوبلين استخدم تعويذه اخفاء متقدمه، ورين بدا يقلق لانه حتى شركه الظل فشلت في كشف التعويذه، وسال ازاي الكائن ده اتنقل للبلد من غير ما يتكشف. بعد كده نور ولين رجعوا للنقابه علشان يبلغوا، ورئيس النقابه اتفاجئ ان نور هزم جوبلين، لكن نور بيدي الفضل كله لين، لكن لين قالت ان نور هو اللي عمل معظم الشغل. نور حكى عن ضعف الجوبلين واللي كان فيه حجر على جبهته، لكن رئيس النقابه استغرب وقال ان الاحجار المنى عاده بتكون في القلب او الرقبه، وسال نور اذا كان واجه حاجه غير الجوبلين. نور حاول يديله دليل بس افتكر انه نسي يجمع ودنه كدليل. بعدها المشهد بيتحول لرين وبيقرا تقارير عن اصوات غريبه بالليل، وعن حيوانات اليفه مفقوده، وان الغابات فجاه بقت صامته والحيوانات بقت خايفه. وبيأمر شركه الظل تجهز وحده للخروج مع اللي يقدروا يستخدموا تعاويذ الكشف وكشف الاخفاء، وبيطلب منهم يستدعوا الحكماء الستة، وبيعلن انها حالة طوارئ. بعد كده بنشوف نور ولينو بيحتفلوا باول مهمة صيد ليهم، وبنعرف ان رئيس النقابة اداهم مكافئتهم رغم انهم نسيوا ودن الجوبلين. ونور بيستمتع بالاكل بس بيسأل نفسه لحد امتى لين هتفضل تتبعه، وبتقوم لين عشان تمشي، بس قبل ما تمشي اخوها بيظهر وبيطلب من نور يرافق ليل الجبال بكره، وبيتمنى ان نور يقبل المهمه، وفعلا بيقبلها، وبيتحركوا كلهم في العربيه مع بعض. وبتوضح انيس ان رين قال ان العاصمه قريب هتقابل كارثه ملهاش مثيل، وطلب منها لو حصلت الكارثه دي تاخد لين ونور لمدينه الكهنه المقدسه ميثرا. بعدها بيقفوا في الطريق وبتعتذر انيس لنور عشان دخلوه في حواراتهم، وبتوضح ان مسؤوليتها هي حفظ سلامه نور، وبتطلب منه يطمن. فبيقول لها انا مش قلقان لان اقدر اهرب، فبتقول له انه مش هيحتاج ده لان عنده درع، وبتستخدم الدرع، وبتطلب من نور بان لو اي حاجه حصلت يستخبى ورا الدرع. وبتحكي انيس انها وهي صغيره راحت للملجأ واكتشفت ان عندها قوة غامضة وجرحت صاحبتها وبدأت تترعب من كده. بعدين قابلت المعلمين اللي طمنوها انهم عالجوا البنت وطلبوا يشوفوا قوتها، وانيس ورتهم قوتها بتردد وهم عرفوا انها قوة نادرة. واوكان قال لها ان القوة دي ممكن تبقى سيف او درع حسب ما تستخدمها، وبياخد دندال انيس وبيدربها على استخدام موهبتها، بس هي ما قدرتش تتخلص من خوفها من انها تأذي حد بالغلط، عشان كده بعدت نفسها عن الناس وبقت قاسية على مشاعر وتصرفات الاخرين. وانيس افتكرت وقت ما كانت بتصطاد وحوش مع دندال في المهمه دي، وابوها بالتبني دندال ذكر واحد اسمه نور واتمنى لو كان موجود معاهم، والكلام ده خلى انيس تتغير. ومع استمرار رحلتهم انيس حست ان مشاعرها بتخليها تتردد، بس فكرت نفسها ان واجبها هو حمايه لين بحياتها كدرع البيت كلايس. وفجاه لين حست بحاجه غريبه في الحقول، وانيس وقفت العربيه ولين استخدمت تعويذه كشف وظهر وحش مخفي. وفي نفس الوقت العاصمه تهاجمت من وحوش كتير، والملك فهم ان الوقت جه وبيعرف ان فايلق المحاربين بيحارب الوحوش بس عددهم قليل. والملك بيكون مش مصدق ان داروس نفذ تهديداته وبيتساءل فين الحكماء الستة، فبيقول له رين انهم منتشرين وبيحاربوا وحوش قوية في المدينة والغابات المجاورة، وده خلاهم متفرقين، وبيتمنى ان لين والباقيين يوصلوا البلدة بامان. وبنرجع تاني عند نور وبنعرف ان قبل ما لين تكسر التعويذة كان في ولد ماشي مع الوحش اللي كشفته، والولد ده كان بيفكر في قتل البشر. لما استخدمت التعويذة الولد فقد السيطرة والوحش هاجمه، وانيس بتكون مصدومة
مصدومة لان تنين الموت الاسود ظهر، وبتسأل ليه مخلوق مرعب زي ده موجود هنا. ولما نور شاف الولد في خطر جري يساعده وصد هجمات الوحش. وانيس قالت للين ان الولد ظهر لما استخدمت الكشف، وقالت انه واحد من شعب الشياطين اللي هم نصف بشر وعندهم القدرة على التحكم في الوحوش. ولين افتكرت اخوها وهو بيشرح ان شعب الشياطين مكروهين وانهم اقرب للوحوش من البشر، وكانوا هينقرضوا في مدينة المهنة المقدسة لمصر من 200 سنة، وان دلوقتي احفادهم اللي عندهم حقد عميق على البشر نجوا. ولين بتفهم ان الولد ده هو المسؤول عن جلب الوحوش هنا، وانيس بتتفق معاه وبتوضح انه ممكن يكون واخد الوحش للعاصمة، وتعويذة الكشف عطلت تحكمه. وبتسأل ليه نور بيساعد حد زي كده، وبتكون شايفة انه بيتصرف بغباء. ولين اصرت انهم يساعدوا نور، بس انيس وقفتها وقالت لها ان فات الاوان. والوحش هجم بكتلة سودا ونور صدها عشان ينقذ الطفل من الهجوم، بس الكتلة السودا انتشرت وبتطلع سم، ورؤية نور بيحصل لها تشوش وبيبدأ يدوخ، وفهم ان ده سم قوي وجسمه بدأ يتشل وبيقع على الارض. ولين حاولت تنقذ نور بس انيس بتمنعها وبتستخدم الدرع، ولين توسلت تسيبها تروح بس انيس رفضت. وانيس شرحت انه فات الاوان لان نفس واحد من السم قاتل، وبيطلق الوحش نفس سام تاني اقوى من الاول. وانيس بتحمي لين واعتذرت علشان مش عارفه تنقذ نور، وبتكون عاوزه تحميه بس مش قادره تتصرف. لكن فجاه بتلاقي مخلب الوحش طاير عنده، وبتتصدم لما بتشوف نور لسه بيحارب، واتفاجئت لانه قدر يتحرك في الحاله دي، وفهمت قصد ابوها بالتبني. وبتقول ان نور هو مثالها الاعلى اللي نفسها توصل له طول الوقت. والوحش بيوقع نور على الارض وبيلاحظ سم طالع من بقه، وبنعرف ان الطفل ده كان محبوس مع اطفال زيه، ده كله علشان عندهم قوه سحريه، وبيرمي لهم حارس السجن اكل وبياكلوا فيه كل الاطفال. بعدها بيبص الطفل ده على حارس السجن اللي بيتجنن، وبيروح يعجنه من كتر الضرب بسبب انه بصله بس. ولما الناس عرفوا ان الطفل ده بيقدر يقرا الافكار، معاملتهم زادت قسوه عليه. والمسكين ده عمره ما فكر انه ينتقم من الناس دي، لحد ما في يوم بيجي حارس السجن وبيطلب منه يتحكم في الوحوش، وبيوعده انه مش هيضربه تاني وهيخليه ياكل زي ما هو عايز. وبيسمع الطفل ده كلامه وبيوصل للحظه اكتشاف لين للوحش، وبيفقد السيطره عليه وخلاص بيكون عارف انه هيموت. لكن بيتصدم لما بيلاقي نور جاي وبينقذه. وكمان لما الوحش اطلق سم عليهم، نور استخدم تقنية الشفاء على الطفل، وبيفقد الوعي بعدها. وبيفتكر نور وهو صغير لما راح جمع نباتات واعشاب من على الارض، وبعدها روح البيت وطبخهم، لكن النباتات دي طلعت مسمومة. ووقع نور في الارض وفضل ينزف دم من بقه، لكن استخدم الشفاء المنخفض وقدر يعيش. وتاني يوم بيحس نور انه جعان فبينزل الغابة تاني، والمرة دي بيلدغه تعبان سام، لكن بيلاحظ انه مش متأثر بالسم، وبياخد التعبان البيت وبياكله وبيعجبه طعمه. وبعدها بيخلي تعبان تاني يلدغه وبيضحك لانه كده فاكر انه هيكسب مهارة جديدة. ومن ساعتها بقى بياكل اي حاجة سامة بتيجي قدامه، وبسبب اللي عمله نور وهو صغير بيقدر يستحمل سم الوحش، وبيقوم وبيرجع يقتل من تاني وبيفضل يضرب فيه بالسيف. وبعدها الوحش بيستعد عشان يطلق نفس سام، بس نور بيهجم عليه قبل ما يعمل كده وبيفجره. وبيروح بعدها نور وبيطمن على الطفل وبيسأله ازاي جاب الوحش ده لهنا، فبيوضح له الطفل انه بيقدر يتحكم في الوحوش. وبيفكر نور في ان الطفل ده عنده مهارة مذهلة، وبيوضح الطفل انه اتولد بالمهارة دي. فبيقول له نور انك تقدر تعمل كده من يوم ميلادك دي حاجة جامدة جدا، وبيقول له ان حاجة زي كده هي موهبة من السماء. فبيعيط الولد وبيقول له انا من قوم الشياطين، وبنعرف ان كل قوم الشياطين بيقدروا يعملوا كده. وبيسأل نور لو انه مش خايف منه او بيكرهه لانه من قوم الشياطين، وبيعرف نور ان كل الناس بيخافوا منه وبيكرهوه لانه عنده القوة دي. فبيصدمه نور وبيقول له قدرتك مفيدة، وبيبدأ الطفل يفتكر ماضيه الحزين وبيعيط، وبيسأل لو انه فعلا ممكن يبقى ليه فايدة. وبيفكر نور ليه الطفل ده شايف نفسه ملوش لازمة مع انه عنده قوة على عكسه ما عندوش. وبيروح يطبطب عليه، وبعدها بتوصل لين وانس، وبتكون لين عاوزة تعالجه بس بيقول لها انا كويس، وبيوضح لها ان جسمه قوي ضد السم. ودي حاجة بتصدمها لان سم الوحش ده قوي جدا لدرجة انه بيدمر الارض. وبتفهم ان دي الروح المقدسة اللي بتنقي الجسم وبتشفي الجروح. وبنعرف ان التدريب على التقنية دي خد من المعلم سين 40 سنة، لكن نور لسه شاب وعمل كده. وبعدها بتلاحظ لين الطفل وبتقدر تفهم انه من قوم الشياطين، وبتسأل نور هيعمل فيه ايه. وبيكون نور عاوز ياخد الطفل معاهم في العربية، لكن الفكرة دي مش بتعجبهم هما الاتنين. وبيسألوا مين اللي طلب منه يعمل كده، فبيقول لهم مش عارف. وبتقدر تلاحظ انس ان الطفل ده اتربى كعبد، وبتسأله لو عنده مكان يروح له، فبيقول لها انه كان مش شايف حاجة وهو جاي هنا، وانه كمان مش عارف المدينة اللي كان فيها. وبنعرف ان اسم الطفل هو رولو. وبتروح لين تستأذن من انس انها تاخد رولو معاهم، لكن بتوضح لهم ان غير مسموح بدخول قوم الشياطين لثيوقراطية مصر المقدسة. وفجأة ظهر شخص غريب وبنعرف انه قاتل مأجور، وقال انه كان فاكر ان رولو مات. وبدأ يلاحظ ان رولو فشل في مهمته بتوصيل الوحش، وسأل نور لو هو اللي عمل كده، ونور رد وقال له ايوه واعتذر.
القاتل المأجور كان مستغرب من ان رولو بيعتذر وقال انه جاي علشان ياخد رولو، وعلى طول هجم عليه لكن نور قدر يصد الهجوم وبينقذ رولو. بعد كده القاتل بيطلب من نور يسلمه رولو لانه سعره عالي، لكنه بيرجع تاني وبيهجم على نور مرة تانية، ونور بيصد الهجوم وبيكسر سيف القاتل المأجور. فالقاتل المأجور بيهجم مرة تالتة لكن نور بيصد الهجوم بكل قوته. وبالرغم من كل ده القاتل بيبدأ يحس انه زهق وبيستعد يقطع رقبة رولو، لكن نور طبعا كان بيصد الهجوم، لكن التعب بقى واضح عليه وكان بيرجع لورا بسبب شدة الهجوم. ونور اصلا كان مبهور بقوة القاتل وكان سيفه بيتكسر لكنه بيجري ناحية نور عشان يهجم تاني، ونور بيصد الهجوم وبيبقى في وضع صعب، لكن القاتل فضل يضرب رولو بكل قوته. في الوقت ده لين كانت واقفة بعيد ومتأثرة بالهجوم، وفجأة جت إينيس وفعلت الدرع بتاعها وقالت إن القاتل ده اسمه زادو وهو مغامر من الرتبة اس. إينيس افتكرت لما كان في اجتماع بين المعلمين وقالوا فيه إن زادو بقى هدف من الرتبة اس. وقتها جيلبرت كان عاوز يقتله، لكن المعلمين نصحوا إنه يبعد عن زادو. والساحر اوكان وضح انه زادو من هو صغير كان بارع في خيمياء الاقزام، وهي واحده من الفنون العتيقه، ولما كان عنده 13 سنه استحق لقب قاتل التنانين وسمعته زادت وبقى اشهر مغامر. وكمان إينيس قرت ان زادو قتل 36 فرد من عائله تاجر، ووضح احد المعلمين ان زادو بيقبل اي مهمه طالما فيها فلوس وما بيهموش الاعراف والتاريخ. المهم بنرجع للقتال، ونور كان بيصد هجمات زادو السريعه المتتاليه، وإينيس كانت بتفتكر ان زادو قتل جيش دوله لوحده وكمان دمر الأسرة الملكية. وفي وسط القتال سيف زادو بيتكسر للمرة التانية، وبيستغرب إن السيف اتكسر لأنه مصنوع من الأوركالكوم ونبي التنين اللي مش سهل يتكسروا. فجأة زادو بياخد باله من سيف نور وبيقول غريب الأطوار بيستخدم سيف غريب زي ده. وبعد كده زادو استخدم سيفه ورفعه في السماء وبدأ يخرج منه مانا، فالسيف اتحول لمجموعة سيوف صغيرة وبيبدأ يطلقهم على نور. فنور حاول يصدهم لكنه بيروح ينقذ رولو ويحميه بجسمه، والحوار ده اتعمل كده مرتين. لكن إينيس كانت عارفة إن نور ورولو هيموتوا على المعدل ده وكانت عاوزة تساعدهم، بس إينيس كانت مترددة، لكن في النهاية سألت لين لو هي ممكن تروح تساعد نور في المعركة، فطبعا وافقت بدون تفكير. بعد كده إينيس تدخلت وبتفعل درعها وبتصد كل السيوف. بعدها استخدمت الدرع وهجمت بيه على زادو، لكن زادو تفاداها بسهولة. فإينيس قررت تركز على الدفاع وطلبت من نور يخلص هو عليه. نور فكر ولاحظ مخالب التنين وقال لإينيس إنها تشيل الدرع لما يديها إشارة. إينيس شالت الدرع ونور رمى المخالب وبالطريقة دي دمر السيوف. لكن فجأة زادو هجم على إينيس وكان هيموتها، لكن نور جري بسرعة ونجح في إنقاذها وكسر سيفه. زادو استغرب وقال ازاي السيف ده اتكسر، ده مصنوع من ادمنتيت. لكن زادو رجع يهجم على نور ونور زي العاده بيصد الهجوم. من هنا زادو تاكد ان نور وسيفه غريبين جدا وبدا يزهق وقال ان شغله خلص، وقال ان في احتفال كبير هيحصل في العاصمه الملكيه. بعد كده مشي لكنه وقف فجاه وقال لنور انت اغرب واحد قابلته، وقال له رولو اعتبر نفسك محظوظ، ومسك نصل السيف برجله فجاه وهاجم نور تاني، لكن نور طلب منه يتوقف وزادو وافق وابتدى يمشي. وبعد ما مشي الكل مش فاهمين ايه المقصود من الاحتفال الكبير في العاصمه، فنور قال يلا بينا نرجع للعاصمه الملكيه. اول ما رولو سمع كده بدا يرتعش من الخوف وقال لهم انهم ما ينفعش يرجعوا للعاصمه. ورولو شرح ان في وحش ضخم هيروح للعاصمه الملكيه، والوحش ده قوي جدا ويقدر يدمر مدينه كامله. لكن لين ما كانتش مهتمه وقالت لإينيس انهم لازم يرجعوا علشان الوضع خطير، وإينيس رفضت لانها كانت وعدت رين انها تحميه. لكن لين كانت عارفه الوضع وكانت مصره انها ترجع العاصمه عشان تحذرهم. لين قالت لو حاولنا نهرب دلوقتي مصيرنا هيبقى زي مصير قوم الشياطين. فاخيرا إينيس اقتنعت وقالت لرولو انه هيروح معاهم للعاصمه. فرولو اعترف انه مش هيقدر يعمل حاجه وقال لهم انه متاكد ان اللي مسيطر على الوحوش دي واحد من اصحابه. نور بقى كان في عالم تاني زعلان لانه ما اكلش من الوحش السام، لكنهم ركبوا العربيات عشان يرجعوا. ولين كانت قلقانه لكنها طمنت نفسها ان نور معاهم وهيكونوا بخير، وطلبت من إينيس تزود السرعه. وصلوا للعاصمه بعد مده ولقوا مباني متدمره، ولين كان ماشي في المدينه المتدمره وفجاه واحد من الجنود جاله وقال له انهم خلوا حي المدينه القديمه خالي، وجهود الحكماء السته جابت نتيجه. فرين بدا يفكر في الهجمه الجايه منين وبص للسماء ولقى حاجه غريبه طايره فوق، فاستخدم سحر الكشف واتصدم لما شاف تنين الكارثه الضخم طاير في السماء. وبنشوف فلاش باك لنور وهو صغير وابوه بيحكي له عن التنانين الشيطانيه، وبيوضح له ان المغامر اللي في الكتب قتل تنين منهم، وانهم استخرجوا من التنين ده خامات لصنع الاسلحه والادويه. والمغامر اللي عمل كده بقى بطل وكسب لقب قاتل التنانين. هو بينبسط نور من كده وبيكون عاوز يبقى زي المغامر ده. بعدها بنرجع لاحداثنا وبنلاقيهم كلهم في طريقهم للعاصمه، وبيحس نور بحاجه غريبه وبتبص لين وبتاخد بالها من تنين الكارثه طاير فوق العاصمه. وفي قلب العاصمه الناس بيكونوا متجمعين ومرعوبين من التنين الضخم، وبنعرف ان التنين ده كان في سبات عميق من 150 سنه. وبعدها بيرفرف التنين بجناحاته وبيدمر في مباني المدينه وبيصيح،
وبيطلب رين من الجند انه يخرج كل سكان العاصمه من المدينه. وبتكون واحده من المعلمين قاعده فوق القلعه وبتوضح انها حاسه ان في سحر بيعطل عمليات الاخلاء، وفي الوقت ده بيكون كل واحد من الحكماء محاصر في مكان معين. وبيجي بعدها جيلبرت وبيطلب من الملك يخرج من المدينه هو كمان، لان مفيش فرصه ليهم ضد الكائن ده. فبيقول له الملك انه عاوز كل المحاربين يركزوا على ارشاد الناس بعيد عن العاصمه، وبيوضح ان لسه في حاجه هو هيعملها في العاصمه. وبنرجع لإينيس اللي بتكون بتراقب المدينه بالمنظار وبتقول ان التنين هيدمر المدينه. وبتكون لين زعلانه جدا لانها عارفه ان ابوها مش هيرضى يهرب وهيستخدم نفسه كدرع، وبتتمنى ان ابوها يهرب. ونور كالعاده في عالم موازي ومستغرب لانه اول مره يشوف تنين، وبيسال لين لو ان ابوها واخوها لسه في المدينه، فبتقول له ايوه وان خلاص فات الاوان على مساعدتهم، لكن بيقول لها ان في طريقه وما فاتش الاوان ولا حاجه. وبيفكر في انهم يعملوا زي ما عملوا مع الغول، ولين تستخدم قوته وتدفعه للامام بسرعه كبيره. وبيوضح نور ان مدين لابوها ولسكان المدينه. والتنين في الوقت ده بيكون مكمل تدمير في المدينه، وبيطلع الملك على سطح القلعه وبيتخيل بنته وهي صغيره، وبيقول حتى في الوقت ده انا كل هم ان بنتي تكون كويسه، انا ملك مش جدير بالملك صح. وبيمسك سيفه عشان يستعد للمعركه. وبنرجع تاني عند نور وبنلاقي إينيس بتستخدم الدرع السماوي وبتصنع حاجة عاملها زي المدفع كده، وبتطلب من نور يقف قدامها. وبعدها بتيجي لين وبتستخدم السحر بتاعها والتعزيز والتكثيف، وبتوضح لنور ان الصدمة دي هتكون اقوى من اللي فاتت بكتير. وبعدها بتستخدم انفجار الرياح وبتطلق نور زي الرصاصة. وفي الوقت ده بنلاقي الملك واقف قدام التنين وماسك السيف، والتنين بيستعد عشان ينفس عليه النار. والكل في المدينة بيكون مرعوب ومش عارفين يعملوا حاجة. وبيستخدم الملك هجومه الأقوى وبيخرج السيف المتفجر، وبنعرف ان السيف ده بيجمع طاقة كبيرة وبعدها بينفجر. وبيفهموا المعلمين ان الملك قرر يضحي بنفسه ولسه هيهجم على التنين، بيلاقي نور جه وضرب التنين وخلاه يغير طريق النار. وكل الموجودين بيتصدموا من كده، وبعدها بيقع التنين على الارض وبيكون مش عارف ايه اللي بيحصل. وبياخد باله من نور وبيسأل لو ان الضعيف الصغير ده هو اللي عمل فيه كده. وبيصرخ بعدها وبيهجم على نور بالديل بتاعه، لكن نور بيصده وبيوقعه في الارض للمرة التانية. وبيفكر في انه كان هيموت لما لين استخدمت المدفع بتاعها. وقبل اللي حصل ده بيظهر قدامنا وهو طاير في الهواء زي الطلقة، لكن بيقدر يسيطر على نفسه وبيستخدم التحسين البدني. وبيجري بعدها بسرعة كبيرة جدا وبينط بكل رشاقة من فوق سور العاصمة. وبيلاقي التنين قدامه وبيديله هجوم زي ما احنا شفنا كده. وبنرجع لأحداثنا والتنين لسه واقع قدام نور اللي بيستعد هو كمان، وبيقول ممكن انا كمان اقدر على الكائن ده. وفي الوقت ده بيوصلوا لين وإينيس ورول للعاصمة، وبيترمي عليهم قطعة من مبنى كبيرة لكن بينجوا منها، بس بتقع لين على الارض وإينيس بتكون مستعدة ومفعلة الدرع. وبعدها بيظهر قدامهم مجموعة من أباطرة الغيلان، وبتلاحظ لين انهم اصغر من اللي قتلوه هي ونور في الغابة. وبتحاول تفكر هيقتلوهم ازاي، وبتفتكر كلام نور ليها وبتقلده وبتقول لإينيس امسكي نفسك لان خصمنا مجرد غيلان. وبتتفق مع إينيس لان الغيلان اضعف بالنسبة للتنين اللي بيواجه نور، والغيلان بعدها بيهجموا عليهم. وبتستخدم لين سحرها عليهم لكن مش بيتأثروا. وبيوصلوا عند الدرع بس رولو بيتدخل وبيسيطر عليهم وبيطلب منهم ما يتحركوش، وفعلا بيعملوا كده. وبتستغل لين الفرصة وبتجمدهم بسحرها. وبيجي دور إينيس اللي بتستخدم قوتها وبتصنع سيف وبتدمرهم كلهم. وبنرجع لمعركة نور تاني، وبيكون التنين مش مصدق ان نور بيصد كل هجماته، وبيسأل التنين ازاي ان مخالبه وحراشيف صلبة كده بس اتأثروا بهجمات نور. وبيستغرب نور من ان السيف ده مهما عمل بيه على وضعه مش بيتخدش حتى، وبيسأل ايه هو سر السيف ده. وبيقرر التنين انه يطير فوقه وبيجمع قوته وبيستعد عشان ينفس على نور والمدينة كلها. وبيعمل كده فعلا، لكن نور موجود وبيصد الهجوم الضخم ده بسيفه. وبيبعدوا عن المدينة والهجوم ده بيتفجر في السماء، وكل الناس مصدومين من قوة نور. وبينزل التنين على الأرض من تاني وبيصرخ، وبيوضح رولو ان التنين غضبان لان نور مش واخده كتهديد. وبيوضح الملك ان التنانين عندها كبرياء، وخصوصا التنين ده لانه كان متأكد ان مفيش اقوى منه، بس على حسب القتال ده نور اقوى. وبيرجع التنين وبيهجم على نور بكل غضب، بس نور بيقطع جزء من مخالبه وعيون التنين بتبدأ ترجع لطبيعتها. وبيوضح رولو ان التنين خضع لنور، والمعركة بتنتهي ورين وباقي السكان بيكونوا بيراقبوا من بعيد. وبيفتكر نور كلام ابوه عن البطل اللي قتل التنين، وبيمسك السيف جامد وبيبص على التنين وبيضحك له. وبيقعد على الارض وبيقولوا انه ما عندوش اي سمه من سمات الابطال. وبعدها بتجري لين واللي معاها على نور اللي بيقوم وبيشاور ليهم وهو بيضحك. وبيروحوا عنده وبيسالوه لو انه كويس، فبيقول لهم انا كويس. وبيشكر رولو وبيفتكر ان التنين هرب بسببه، بس رولو بيوضح له انه ما عملش حاجه. فبيطلب منه نور انه يرجع التنين للمكان اللي جه منه، وبيقول انه مش عاوز يقتله. وبيطلب من لين وإينيس يحترموا قراره. فبتوافق لين وبتسال رولو لو انه يقدر يعملها، بس رولو بيكون مش واثق من نفسه.
فبيروح نور وبيحاول يشجعه وبيقول له ان اينس ولين مش بيخافوا منك، وبيجمع رولو شجاعته وبيروح عشان يطلب من التنين، لكن التنين بيقول له انه هيسمع اوامر سيده، والكل بيتصدم من كده ورولو بيكون مش عارف يعمل ايه، فبيطلب منه نور يقول له يرجع لمكانه وما يأذيش البشر تاني، وفعلا رولو بيعمل كده، والمره دي التنين بيوافق على طلبات نور وبيقوم وبيطير في السماء عشان يرجع مكانه، بس فجأة بيحصل على التنين هجوم وبيوقعه في الارض، وبنعرف ان امبراطور دريدس هو اللي عمل كده، وبيكون واقف بعيد وبيراقب كل حاجه بمنظار، وبيطلب من جندي منه جنوده يبداوا الهجوم، وبيروح الجندي ده وبيستدعي جيش كامل في لحظه، وبنعرف ان قبل الاحداث دي الامبراطور اجتمع مع قائد للجيش بتاعه ووضح له ان في مروض مشهور روض التنين، وقال له ان بعد لما التنين يدمر الدنيا في العاصمه قوات المشاة بالسيوف والدروع السحريه وجيش المدافع كل دول هيهجموا، بالاضافه ل3 دروع من جهاز المتراس المتحرك المولد للطاقه، ومعاهم كمان 4 مدافع فائقه في انتاج شعاع الطاقه السحريه، والامبراطور بيكون مبسوط من الخطه، بس بيجي رينديوس وبيقول له ان مفيش منفعه للبلد هتيجي من الحرب دي، وبيطلب منه يفكر تاني في الموضوع، بس الملك بيقوم وبيضربه بالرجل، وبيوصل بعدها نور والباقي عند التنين المصاب، ولين بتاخد بالها من الجيش وبتخلي نور ياخد باله، وفي اللحظه دي بيطلب الامبراطور من الجنود انهم يتحركوا، لكن قبل ما يتحركوا الامبراطور بياخد باله من الاميره لين ونور، وبيعرف ان اللي جنبها هي امبراطوره الدرع اينس اللي تعتبر واحده من الاساطير الحيه، فبيضحك الامبراطور وبيحاول يستغل الفرصه، وبيطلب من الجندي اللي معاه انه يضربهم بالمدفع، والجنود بيجهزوا المدفع اللي بيجمع قوه سحريه كبيره، وبعدها بيطلق القوه دي على لين والباقي، وبيضحك وبيقول انتهى امركم. وفي الناحيه التانيه عند نور ولين واينس بياخدوا بالهم من الهجوم اللي جاي عليهم، ولين بتاخد رولو وبتهرب، وبتفضل اينس واقفه مكانها، بس بيجي نور وبيصد الهجوم الضخم بسيفه، والامبراطور بيكون مش عارف ايه اللي حصل، وبيطلب من الجنود يجهزوا المدفع تاني، ونور بيكون مش فاهم ايه ده ولا الجنود دول بيعملوا ايه هنا، بس لين بتفهمه ان دريدس جمع عشرات الالاف من جيشه، وبتوضح له اينس انهم عاوزين يدمروا المملكه، وبتقول لين ان الجيش بتاع المملكه الموجود في العاصمه مش كفايه لمحاربه العدد ده منهم، وبتطلب اينس منها انهم ينسحبوا لانهم مش هيعرفوا يعملوا حاجه، بس فجاه بيحصل عليهم هجمات سحريه كتيره، لكن اينس بتستخدم الدرع وبتصد الهجوم ده، وبيقرر نور انه يشتت انتباههم عشان يكسب وقت، وبيطلب منهم هم الثلاثه يستغلوا الفرصه ويهربوا، وبيفكر نور في انه مش متعود على القتال وكان دايما بيهرب، وبيفتكر نفسه هو صغير لما كان بيهرب من النحل اللي بيجري وراه، وبيقول انا هبقى كويس لو فضلت اجري حواليهم زي المجنون، وبيطمن لين بانه هيكون كويس، وبتقتنع لين بس بتكون عاوزه تساعده، وبتقف وراه وبتستعد عشان تعمل حاجه، وبيفتكر نور انها هتطلق عليه ساحر دفاعي، بس بتصدمه وبتقول له استعد للصدمه، وبتوضح له انها هتتحكم في قوته المره دي على قد ما تقدر، بس نور بيكون قلقان من الحوار ده، وبيلاحظ رولو ان فيه هجوم تاني جاي عليهم وبيقول لهم، وبتستعجل لين عشان تديله صدمه وتنقله عند الجيش، بس المشكله ان نور بيكون لسه مش مستعد، وبيحلق وبيستخدم التحسين البدني بالعافيه، وبتديله بعدها بصدمه الرياح وبيكون هيفقد الوعي، لكن بينجو من الموت بأعجوبة وبيصد الهجوم وهو طاير في الهواء، وبيصد هجوم تاني وبعدها بينزل على الأرض وبيجري بسرعة الصاروخ وبيكمل صد، وبعدها بيوصل عند الجنود وبيديهم هجوم واحد بس وبيطير الأسلحة من ايدهم، وبيكمل في كده عشان يوفر وقت اللين، وبيكمل صد وتطيير في الأسلحة والدروع بتاعة الجنود، والإمبراطور بيكون مش عارف ايه اللي بيحصل، ووشه بيكون هيطير من مكانه بسبب سرعة نور اللي بيظهر قدامه فجأة، والجنود بعدها مش بيلاقوا الأسلحة بتاعتهم، لكن بيتصدموا لأنهم بيلاقوا الأسلحة دي نازلة عليهم من السماء وبتصيبهم كلهم، والإمبراطور بيكون مصدوم من الحاجات اللي طايرة في الهوا دي، وبيكمل نور جري وبيوقع الملك في الأرض وهو بيجري، وبيرجع نور وبيعيد الحوار من الأول تاني، وبنلاقي كل الأسلحة والدروع طايرين في الهواء، وبسرعة البرق بيطلع نور عند الإمبراطور اللي بيلاحظ إنه شاف نور قبل كده، وبيفتكر إنه شافه بالمنظار مع لين، وبيسأل إزاي جه هنا بالسرعة دي، وبيكون مرعوب عشان نور بيبص عليه، وبيسأل لو إن نور عارف إنه الإمبراطور، وبيستهدفه عشان كده، وبيتخيل نور وهو ماسكه من رقبته وبيصرخ، وبيقرب من نور عليه واحدة واحدة، والإمبراطور بيفضل يتراجع لورا وبيكون متأكد إنه هيموت، بس بيطمن نفسه بإنه لابس درع وسيف القيصر المصنوعين من الأوريكالكوم، وبيرفع السيف في وش نور، لكن نور بيعدي من جنبه في ثانية وبيلاقي بعدها ال4 مدافع طايرين في الهواء، وبيقع الإمبراطور في الأرض ومصدوم من اللي حصل، ومن ال10,000 جندي اللي خسروا الدروع والمدافع كلهم ما بقاش لهم لازمة، وفجأة بيظهر نور قدامه بالسيف
السيف، واول لما الامبراطور بيشوف السيف بيفتكر على طول ان ده نصل الملك كلاي اللي شافه في القصر بتاعه، وبيوضح ان ده اثر السرداب اللي هو عاوزه اكتر من اي حاجه تانية. وبيسال ليه نور معاه السلاح ده، وبيفتكر انه سمع ان السيف ده اتصنع من معدن مجهول وتقيل جدا على ان بشري يقدر يشيله، وبيقول انه سمع ان الملك القوي احتاج ايده الاتنين علشان يقدر يستخدمه، وبيقول انه مستحيل حد يتفوق على ملك كلاي. وبيضحك نور وبيبص له، والامبراطور بيترعب وبيفهم ان نور لوحده هو اللي عمل في جنوده كده، وبيفتكر ان نور سايبه عايش لحد دلوقتي عشان يهينه قبل ما يقتله، وانه بيعمل في الافعال اللي كان هيعملها مع كلاي، وبيعملها على روحه وبيركب حصانه وبيطلع يجري. وبنعرف ان اصلا نور ما كانش يعرف ان العجوز ده هو الامبراطور، وسبب ضحكته الغريبه ليه هو انه كان عاوز يطمنه مش اكتر، بس جت بنتيجه عكسيه والامبراطور طلع يهرب من الرعب. وبعد لما هرب بدأ نور يحس بالتأثيرات الجانبية بسبب استخدامه لقوته بتهور، وبيكون عارف ان الشفاء المنخفض مش هيجيب نتيجة، وبينزف دم من بقه وبيتحاصر من 5 جنود وبيقربوا منه، بس فجأة بيحصل عليهم هجوم بالشهاب بتاع المعلمة بتاعته وهو صغير، وبيتخلص على جزء من الجنود، وبيجي بعدها جيلبرت وبينقذه من الجنود، وبيبص بصدمة كده على الدمار اللي نور عمله. وبعدها بيوصل معلم المبارزة وبيشكر نور على اللي عمله، وبيوضح انه هيهتم بالباقي لانه مش عاوز شرف الحكماء ال6 للعاصمة الملكية يقل. وبينط هو وجيلبرت وبيستخدم مهارة ال100 نصل وبيخلص على عدد كبير من الجنود، وعلى طول بيفتكر نور ان دي قوة السيافة اللي طول عمره بيحلم بيها. وبنلاقي الساحر اوكان والمعلم بتاع الشفاء بيتابعوا المعركة من فوق، وبعدها اوكان بيعمل استدعاء لمجموعة سحرة وبيستخدم تقنية الربط الارضي، وبتخرج خيوط منى من تحت الارض وبتكتف الجنود. وبيوصل بعدها المعلم درانو وبينزل دشملة في الجنود برضه، وبيكون اوكان مبسوط باللي بيحصل ده ومتحمس، وبيوضح ان المعارك الكويسه هتفضل تثير اهتمامه مهما كبر في السن. وبيحط اللمسه الاخيره وبيستخدم السحر وبيشق الارض من تحت الجنود، وبعدها بيرفع الارض بيهم زي الجبل. وبيجي دور معلم الشفاء والفريق بتاعه عشان ينقذ الناجين ويخليهم يبداوا صفحه جديده، وبيكون نور بيتفرج على كل ده مصدوم من انه قابل المعلمين اللي ضربوه وهو صغير، وبيفرح انه قابلهم تاني، وهم كمان بيكونوا عارفين ان ده هو نور. وبعدها بتيجي لينو وبتعالجه وبيشكرها، وبيقوم وبيفكر في انه هيموت من الجوع. وبيوضح المعلم ان واحد من القاده اعترف لما سين استجوبوا ان مفيش قوات تانية، وانهم استخدموا كل قواتهم والوحوش والتنين في الهجوم اللي لسه حاصل. وبيوضح ان الامبراطور هرب، فبيستغرب اوكان ان الملك الراجع ده ظهر في ساحه المعركه، وبيقول ان العجوز ده اتجنن. فبيسمعوا نور وبيقول له قصدك العجوز المسن، وبيوضح انه قابله وبيوصف لهم انه عتاد الحصان بتاعه لونه ذهب لامع وملفت للانظار. وبيفهم اوكان ان العتاد ده مصنوع من الاوريكالكوم، وانه عتاد عالي الجوده وبيدعم مجموعه مختلفه من المهارات، وبيعرف ان ده سبب هروب الامبراطور بالسرعه دي. وبيوضح المعلم انهم مش هيقدروا يروحوا وراه لو هرب للحدود لان في حصن وجسر هناك. بس بيجي لنور فكره وبياخدهم عند التنين، والساحر وكان بيكون مصدوم عشان شايف التنين الاسطوري ده من قريب. وبيبدا معلم الشفاء يعالج في التنين، وبيقول انت كبرت قوي يا نور لدرجه اني ما كنتش هعرفك. والساحر وكان بيتصدم لما بيعرف ان ده نور، لان نور بقى كبير. هو بيساله نور وبيقول له انت صحتك لسه كويسه؟ فبيضحك وبيقول له ده انا ناوي اعيش 100 سنه كمان. فبيضحك نور، وبعدها بيساله اوكان لو انه متاكد من فكره ركوب التنين دي، بس بيطمنه نور وبيوضح له ان رولو موجود. وبيبدا اوكان يقتنع وبيسال رولو لو انه واثق من قدراته، بس بيصدمه رولو وبيقول له لا ثقتي معدومه. والتنين بعدها بيبدا يفوق وبيكون اوكان قلقان برضه، بس نور بيقول لرولو احنا هنعتمد عليك. وهول لما بيقوم التنين بيصح على طول، وبيفهم نور انه غضبان لانه عنده خبره في فهم الحيوانات لانه عاش في الغابه. وبيوضح رولو ان التنين عاوز ينتقم وبيطلب الاذن من نور، وبيتصدم اوكان من قوه رولو على السيطره على التنين. بس رولو بيحاول يفهمهم ان نور هو اللي مسيطر عليه بس مش بيعرف. وبعدها بيطلب منهم نور يستعدوا عشان يمشوا، وبيلاقي لين وإينس رايحين عشان يركبوا. فبيسألهم نور لو انهم رايحين، فبتقول لين ان محدش هيقدر يتواصل مع التنين لو رولو ما راحش، عشان كده هي وإينس هيروحوا عشان يحموه. وبتسأله لين لو انه هيجي معاهم، بس وشه بيضرب الوان لانه عنده فوبيا من المرتفعات، لكن بيضطر يروح لانه هو صاحب الفكره والحوار هيبان غريب لو ما راحش معاهم. وبيقول لين انه هيروح وكمان معلم الشفاء، وبيوضح انه هيجي معاهم لان مسؤوليته انه يراعي المريض لحد ما يتعافى تماما. وبيظهر المعلم كارو وبيفتكر نور على طول التدريبات بتاعته، وبيسأله لو انه هيجي معاهم، فبيقول له ايوه عشان انتوا هتطيروا على ظهر الوحش الضخم ده، فهتكونوا محتاجين مهاره الاخفاء وانا هاخد الدور ده. وبيقعد اوكان عشان يراقب سجن الصخر. وبيوصل بعد كده الملك وابنه رينا عشان يروحوا معاهم برضه، وبتفرح لين جدا انها شافتهم. وبتروح إينيس وبتنحني لرينا علشان تاخد العقاب، يعني عشان رجعت للعاصمه وما راحتش دوله مصر. بس بيطمنها رينا وبيوضح انه كان غلطان، وبيقول له الملك بعدها انت اللي هتهتم باتخاذ القرارات هناك. وبيطلب من نور يحميهم برضه، وبيعتذر ليه عشان بيطلب منه يساعده دايما. فبيطمنوا نور بانهم
يرجعوا بخير. وبيركبوا كلهم التنين وبيطلب رولو ان التنين انه يطير، وفعلا بيعمل كده. وبعدها المعلم دران بيقول لمعلم المبارزه كان لازم تقول حاجه لنور بعد ما اخيرا لقيناه بعد كل الوقت ده. فبيرد وبيوضح ان نور اصلا مش محتاجهم في حياته. فبيضحك دران وبيقول ان مفيش فرق بين نور والاساطير وانه اضحوكه بالنسبه ليه. وبنشوف الصدمه اللي ظهرت على المعلم لما شاف الاسلحه والمدافع طايره في الهواء، وبيندم عشان ضيع وقته وكان فاكر نفسه مؤهل لتعليم الاخرين. وبيقرر انه ضرب نفسه من الاول، خصوصا بعد لما عرف نقاط ضعفه وانه مش هيسيب سيفه يصد على حساب امجاده. وبعدها بنروح للتنين وهو طاير وشايلهم على ظهره، وبيكونوا كلهم بيدوروا على الملك. وبيكون رين قلقان احسن يكون رجع للامبراطوريه بتاعته. وبيظهر قدامهم جسر كده، فبيوضح كارو ان بعد الجسر ده هيدخلوا في منطقه تبع اداره الامبراطوريه. وبيكون شايف انهم لازم ما يندفعوش كده ويرجعوا احسن. بس فجاه بتلاحظ لين ان الامبراطور بيجري على الجسر، وبيوضح كارو ان في مشكله، وهي انه بقى قريب من دفاعات العاصمه بتاعته ومش هيقدروا يرجعوا عايشين لو اقتحموا ارضه. وبيوضح لهم انهم مخفيين حاليا وان سحر الاختفاء يختفي لو حد لاحظ وجودهم. بس رين بيكون مش عاوز الامبراطور يهرب لان عنده ادوات سحريه قويه ويقدر يستخدمها في تعزيز قوته العسكريه، ومش هينفع يسيبوه كده. وبتتفق لين مع اخوها وبتفكر في انهم في حاله حرب، وبتطلب انس منهم يدوها الاذن تستخدم قوتها عشان تدمر المنطقه، عشان لو جم يهربوا يبقى عندهم فرصه. وبيديها رين الاذن وبتبدا في تدمير المنطقه والمباني اللي فيها. وبتفكر لين في ان كل اللي معاها عنده قوه مميزه وانها مش محتاجه تقلق بسبب كده وبسبب ان معلمها نور معاهم. وبتكون واثقه انه قاعد مركز وسامع كل حاجه، ما تعرفش انه قاعد دايخ اصلا بسبب الفوبيا. المهم ان الامبراطور بيوصل للقصر بتاعه وبيدخل جوه وبيكون غضبان جدا، وبيخش مع الحاشيه بتاعته وبيسالوه في ايه. فبيشتم على الجنود علشان جهزهم بالعتاد التقيله وهم مش بيعرفوا يستخدموها. وبيتصدم لما بيشوف تنين كارثه جاي عليه لانه كان فاكره مات، بس بيفتكر ان العاصمه معاها سين اسطوره سحر الشفاء. وبيفهم ان سين عالجه، لكن بيستغرب برضه لان محدش يقدر يحرض التنين عليه. وبيسال على مروض الوحوش، فبيقول له التاني انه مشي. فبيخنقه من رقبته وبيقول له ما حبستوش ليه، وبيرميه على الارض. وبيشتم رينديوس وبيقول له اعمل اي حاجه بدل ما انت مالكش لازمه كده. فبيتحرك رينديوس وبيكون باين عليه الغضب، وبيطلب من واحد من اللي معاه انه يجهز مدفع الكيرانوس. بس بيحاول التاني يفهمه ان الجهاز لسه في مرحله الاختبار وانه هيكون خطير على المدينه. لكن الامبراطور مش بيقتنع وبيضربه بالرجل وبيطيره في الحيطه. وبيطلب من التاني يعمل كده، وفعلا بيروح يجهز المدفع وبيظبطه على التنين وبيطلق عليهم. لكن نور بيصدها والهجوم بيترد على المدينه، وواحد من حاشيه الامبراطور بيترعب وبيغدر بيه وبيهرب، والباقي بيقلده. والهجوم اللي نور صده بيقع على المدينه وبيدمر فيها. وبنعرف ان وقت لما نور صد الهجوم وقع من على التنين. وفي نفس اللحظه بنلاقي رينديوس مجمع قواته وبيحاول يقتل الامبراطور، لكن قبل ما بيعملوا كده بيقع نور في قلب القصر وبيفتكروه هيحمي الامبراطور وبيطلقوا عليه. بس نور بيصد وبيمسك دماغ الامبراطور وبيلزقها في الارض، وبيكون فاكر انه بيساعده. وبعدها كل القوات بيهجموا عليه في وقت واحد، لكن بيصدهم بسهوله. وبعد كده بيتحدف عليه قنبله، فعشان ينقذ الامبراطور بيديله بالرجل وبيلزقه في الحيطه. وبيحدف رينديوس قنبلتين تانيين عليه، بس نور بيروح يمسكه وبيرزعه في الارض عشان ينقذه. ما يعرفش تقريبا انه كده بيقتله. وبيحاول نور يمنع رينديوس من قتل الامبراطور، وبيوضح رينديوس ان البلاد بتتعرض للغزو، ولو ما عملش كده وسلم راس الامبراطور ليهم البلد هتتدمر. بس بعدها بيدخل المعلم سين والباقي وبيقولوا لرينديوس ان مفيش داعي للي بيعمله لان الميت مش هيقدر يكفر عن خطاياه. وبيطلب رين من نور يروح مع لين عشان تعالج جروحه. وبيطلب رين برضه من القوات ينزلوا سيوفهم عشان يتكلم مع الامبراطور. وبيعيط الامبراطور وبيطلب منه يعفو عنه، لكن بغضب بيقول له رين ان في 23 فرد اختفوا من مدينته، و19 اتدفنوا تحت الانقاض، و30 اتحرقوا لحد ما جثثهم اتفحمت، و38 مصاب، ده غير اللي اتقتلوا على ايد الوحوش اللي الامبراطور بعتهم وعددهم 127. وبيوضح له رين انه هيسامحه لما يعاني نفس المعاناه بتاعتهم. وبيجي سين يرعبه هو وكارول لدرجه انه بيعملها على روحه تاني. وبره القصر بقى بنلاقي لين خلصت علاج نور، وبيكون نور زعلان بسبب انه صد الشعاع وبسببه حصل دمار للمدينه، وبيفتكر ان في وفيات بسبب كده. بس لين بتطمنه ان كل الحاجات دي اتدمرت عباره عن افران طاقه ومستحيل الناس يدخلوها. وبعدها بيجي رينو وبيوضح لهم ان المفاوضات مشيت تمام والبلدين هيساعدوا بعض في الاعمار. وبنعرف ان الامبراطور اتخلى عن العرش وواحد من احفاده هيمسك الحكم، بس احفاده سنهم صغير اقل من 10 سنين، فعشان كده هيتعين عليهم واصي، وهم ديوان ال10 رجال اللي كان نور بيحاربهم من شويه. وبيجي بعدها القائد بتاعهم رينديوس وبيعتذر لنور عشان رفعوا الاسلحه عليه، وبيوضح له ان لو ما كانش منعهم وقتها من قتل الامبراطور كان هتحصل حرب اهليه في البلد، وبيشكره بعدها. وبيقول رينديوس انهم في المستقبل هيساعدوه، وبيطلب منه يقول لهم لو احتاج اي مساعده. وبعد كده التنين بيصيح كده وبيوضح رولو ان التنين زهق وعاوز يمشي، وبيركبوا كلهم على التنين وبيقول رين لرينديوس ان التواصل بينهم هيكون عن طريق الرسائل. وقبل ما نور بيمشي رينديوس بيعرف نفسه لنور وبيقول له انه الساحر الامبراطوري وفرد من ديوان ال10. واول لما التنين بيطير
بيطلب نور من رولو يخلي التنين يطير قريب من الارض، وبيرجعوا بعدها العاصمه، وبيوضح رين للملك ان نور بذل مجهود جبار في ارض المعركه ويستحق مكافأة على كده، لكن نور كالعادة بيرفض حوار المكافأة ده، بس الملك بيكون مصر، فبيفكر نور وبيطلب من الملك يساعد رولو ويسمح له انه يعيش في العاصمة زي اي مواطن، وبيطلب من الملك يدي لرولو الشقة والارض اللي كان هياخدها هو، وبيقول للملك ان رولو انقذه كذا مرة ولولا ما كانش التنين سمع كلامه، وهو بيحاول رولو للمرة ال9000 يفهمه ان التنين بيسمع كلامه هو، بس نور مش بيقتنع. هو بس كده بيوضح نور ان دي كل طلباته، وبيقول ان الناس اللي خسروا بيوتهم يستحقوا اكتر، والمعلمين بيتصدموا من كلامه، والملك بيتفق معاه وبيقعد يضحك. وتاني يوم بنلاقي رولو نايم على سرير، وبنعرف انه هيقعد مع اينيس حاليا، وبتطلب منه ياكل، فبيستغرب من كده وبيسالها لو انه ينفع ياكل، فبتطلب منه ياكل لحد ما يشبع، واول ما رولو بيدوق الاكل بيقعد يعيط وبينزل نسف في الاكل. وفي تاني يوم نور نزل يمشي في شوارع المدينه، وبدا يلاحظ ان الوضع صعب، ولكنه فرح لما عرف ان النقابه لسه زي ما هي وما حصلش فيها اي حاجه. واول ما شاف اليافطه بتاعه النقابه بدا يفتكر القائد، وكان مستغرب من انه قضى 3 شهور تدريب في كل مدرسه وما قدرش يكسب ولا مهاره. وبنرجع مع بعض في رحله للماضي من 15 سنه، وقتها نور راح يطلب من سيج انه يدربه على السيف. سيج قال له ساعتها ان التدريب هيكون قاسي جدا، لكن نور قرر يكمل. بدا نور التدريب فعلا، والمعلم لاحظ انه تعبان، قال له هيكون محظوظ لو قدر يستحمل 3 ايام، لكن نور استمر في التدريب وفضل يكمل لمده 10 ايام كمان. بعدها جه وقت التدريب على ضرب الكره الحديديه بالسيف، وضرب نور الكره لكن دراعه اتكسر، بس نور قام وكمل، والمعلم لاحظ ان نور عنده مستقبل واعد. المعلم بعد كده ورى نور مهاره من مهاراته، وقطع كل اوراق الشجر في لحظه، وقال له انت مش هتقدر تشوف الحركات دي لان السرعه بتاعتي عاليه جدا، لكن نور صدمه وقال له انه شاف كل حاجه وعرف الحركات بالظبط. بعد 3 شهور للاسف نور ما قدرش يتعلم غير مهاره واحده، وهي مهاره الصد، فراح عند داران يتدرب كمحارب. وبعد شهرين من التدريب شاف في صخور بتترمي من فوق التل على المتدربين، وكان لازم يصدها بايديهم بس. والمعلم لاحظ ان نور فاق كل توقعاته، وفجاه صخره عملاقه وقعت بالغلط، كل المتدربين هربوا الا نور اللي فضل واقف. المعلم جري عليه وانقذه، وكان مصدوم من شجاعته، وقال له لو انت كسبت مهاره تانية هربيك عشان تبقى درع لا يقهر. لكن نور للاسف ما اتعلمش حاجه جديده ورحل للمدرسه تانية. في المدرسه دي المعلمه طلبت منه يضرب عصايه معلقه في الشجره بالصخره اللي معاه، وعملها بكل سهوله، فزعقت وقالت له ده مش طبيعي، لكن من قوته بيكسر الاقواس دايما وبيكسر كذا قوس. وفي الاخر زهقت المعلمه وادت له القوس بتاعها، لكن نور كسره كمان. بعد 3 شهور من التدريب المعلمه طلبت منه يروح مدرسه تانية، فراح عند كارو وبدا التدريب على التسلل. المعلم لاحظ انه كويس جدا، وبعدها جه دور تجنب الفخاخ، لكن نور دخل بشكل متهور ودمر الفخاخ كلها، والمعلم كان مصدوم جدا من اللي شافه، لكن للاسف طلب منه يمشي من المدرسه. كارو قرر ان لو نور ترك فكره انه يبقى مغامر ساعتها يطلب منه ينضم لوكاله استخبارات العاصمه الملكيه. نور مشي بعد كده واتدرب عند الساحر اوكان، لكن بعد شهرين ما طلعش عنده مانا، فالساحر اوكان دخله غرفه صدى المانا وفضل ناسي جوه، فلما افتكر جري بسرعه عشان ينقذه، لكن نور خرج منها عادي وما حصلوش حاجه. وبعد 3 شهور ما اتعلمش غير تعويذه الشعله، والساحر كان مصدوم لما شاف نور مولع شعلتين في نفس الوقت، وقال الحوار ده اخد مني 50 سنه وانت اخدته في 3 شهور بس. الساحر كان زعلان لانه نور موهوب جدا، ولو جسمه كان منسجم مع الساحر كان هيبقى الساحر اللي ملوش مثيل. بعد كده نور راح عند سين عشان يدربه، لكن سين رفض لانه ما عملش الطقوس. نور فضل واقف قدام المدرسه لعده ايام ولحد ما اغشي عليه من التعب. سين شافه وانقذه وقال له انا هعلمك، لكن بعد 3 شهور ما اتعلمش غير سحر الشفاء المنخفض. وسين كان مندهش من ان نور استخدم سحر الشفاء وهو مش مبارك، كان فكر في ان نور عمل معجزه. بعد كده حصل اجتماع بينهم لما عرفوا ان نور ساب العاصمه، كانوا كلهم زعلانين عليه لانه موهوب جدا، وسين قال احنا لازم ندربه لانه واعد جدا، واتفق مع كارو والكل. وسيج قرر يطلع يدور عليه بنفسه، لكن كلهم منعوه وقرروا يطلعوا معاه. بعد كل ده بنرجع للاحداث الحاليه. نور دخل النقابه وسلم اليافطه لزعيم النقابه وطلب منه يساعده في جرف الانقاض. زعيم النقابه جاب له الخريطه ووافق على طلبه، ونزل نور علشان يساعده واستخدم السيف زي الفاس زي ما عودنا. وبنروح بعد كده للملك وهو بيشرح لرين ان دولة ميثرا كانت بتساعد دريدس في الحرب في الخفاء، ورين كان خايف من مستقبل السلام، لكن ابوه طمنه وقال له البلد فيها ناس يعتمد عليها زي الحكماء ال6، والاهم من ده كله معانا نور. ونور كان في المدينة وبيلاقي لين بتوزع اكل للسكان. لين شكرته لانه ساعدهم، وفجأة بطنه عملت صوت فضحكت واديته خبز علشان ياكل، فنور شكرها وقال انه ما كانش هيوصل للي انا فيه دلوقتي من غير مساعدة الكل، ومسك سيفه وقال ده اصلب حاجة شفتها، وبقاء السيف معايا هيحرمني من المعارك.
وفي الاخر نور خرج كارت المغامر وقال انا سلمت امري، هبقى مغامر واروح في مغامرات زي اللي في القصص اللي ابويا وامي قروها ليا. واثناء ما هو ماشي جاله واحد من السكان وقال له يساعده، وفجأة جزء من المبنى وقع عليه، فالنور اتحرك بسرعة وانقذه وقال انا شايف ان شغل الحقيقي هيبدأ من هنا. وهنا المسلسل بينتهي. سلام.